يا صباح الفل والورد والياسمين عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا انا عارفه اني من زمان منزلتش فيديوهات، بس معلش انا غصب عني. انا كنت فاكره ان في الاجازه ومفيش يعني دروس وامتحانات وكده كنت ههتم بالقناه اكتر، بس مش عارفه يعني حاسه ان انا آه لا ما ضفتش ليها حاجه. فمعلش الحمد لله، يعني هو بيحصل ظرف كده. وانا عايزه اقول لكم ان انا من النوع ان لو حصل حاجه بسيطه قد كده بتفضل معايا يعني ايام واسابيع وممكن شهور لحد ما بفوق وبرجع يعني كويسه. فالحمد لله. انا بنزل يعني كل فتره كده، عارفه ان انا بنزل كل فتره فيديو. ويعني مش اللي هو بيتشاف اصلا، ولا قناتي حتى معروفه، انا عارفه ولا حد عارفني ولا قناتي معروفه، ولسه ما عملتش فيها يعتبر اي حاجه. بس انا بحب التصوير وبحب ان انا اعمل كده، فاهمين؟ فاللي هو انا مش يعني والله حصل واتشافت واتعرفت تمام، ما حصلش فانا مش زعلانه يعني. فاللي هو ايه يعني، بس عشان بحاول. تمام، يعني بحاول بس. فالحمد لله يعني. بس كده يا بنات، كده قمت انا كنت يعني قبلها بيوم كده كنت كنسة الشقة كلها وكنت مسحة وتمام. فاللي هو بس ايه، رتبت السراير وفتحت الشبابيك كده وشغلت القرآن، ولو في ازازة جنب كل سرير ولا حاجة شلتها، ورتبت ترتيب بسيط كده من بره. بس بصراحة انا كنت بالليل مكنتش غسلت المواعين، فدي كانت مواعين يعني عشا، وكانت مواعين موجودة في الحوض من بالليل، فانا ما كنتش خلصتها. انا مش دي طبيعتي ان انا بسيب حاجة في الحوض، بس انا غصب عني. انا كنا بره وكنت جاية تعبانة قوي، فاللي هو ما كنتش قادرة اقف اكمل اي حاجة. تمام. فكده بشطب معاكم المواعين اهو. ما تنسيش بقى يا قلبي تسمي الله كده وانتي شغالة وتصلي على الرسول وتقعدي يعني تستغفري، واي ذكر بيجي على بالك وانتي شغالة تقعدي تقوليه. هتسلي نفسك وهتخلصي وفي نفس الوقت هتاخدي حسنات. تمام. موضوع النت كمان معايا مش احسن حاجة يعني. الولاد طبعا اجازة وما بتعرفيش ان انتي تسيطري ولا يعني تخليهم يسيبوا تليفونات او كده. فالنت حاسة انه ما بيقعدش، ما بيكملش 15 يوم. فحتى لو عندي وقت ان انا اصور ومنتج فيديو ويكون جاهز فمش بيكون موجود نت. فمن كل الحالات يعني مش على طول بعرف انزل فيديو. جت فترة كنت يعني لما بتكونش الباقة بتاعة التليفون شغالة كنت بشحن عشان خاطر ارفع فيديو من عندي، بس كان تحسي ان الشحن اللي بيتشحن على التليفون بيكون اضعف من الواي فاي، فما كانش بيساعد ان الفيديو اقدر انزله. فاهميني؟ فعملت داتا بخط تاني يعني على التليفون، بس برضو حاسة ان هي يعني غالية على الفاضي وما بتنزلش غير فيديوهين بس. تمام. فبضطر ان انا استنى لما الواي فاي بيكون اتشحن واقدر انزل بقى من عليه. فالفترة اللي بيكون مشحون فيها مش بلحق انزل لكم غير فيديوهين 3. فطبعا 2 فيديو او 3 في الشهر كله، فده طبعا مش مساعد ان القناة تتحرك اصلا. تمام. بس برضو بحاول عشان الناس اللي بتقول ان بحاول، ايوه يا جماعة انا بحاول. وفي نفس الوقت جت ما جاتش مش عايزاها عادي. وكمان عايزة اقولك ان كلنا يعني حاولي نفسك بالناس اللي بتزودك مش الناس اللي بتقللك. فهماني؟ يعني حاولي نفسك بالناس اللي بتديكي طاقة ايجابية، بتشجعك على كل حاجة. يعني مش شرط، انا مش بتكلم دلوقتي على قناتي ان هو يعني يكلمك كله عن القناة، لا، على حياتك، على كل حاجة في حياتك. الناس اللي يعني بتزودك مش بتقلل منك، بتديكي طاقة ايجابية. فهماني؟ لان خلاص يعني ما عادش فيه طاقتان لاي طاقة سلبية بصراحة. ماشي يا بنات، كده انا خلصت المواعين معاكم وشطبت البيت وخلصت كل حاجة معاكم، وحطيت طبعا ملوة غسيل في الغسالة. وفي حاجات طبعا بتتغسل على الايد كده، بلوزة بنتي، تيشيرت لجوزي، يعني فاهميني الحاجات اللي هي ايه يعني مش بحب احطها في الغسالة.
او بكون محتاجاها مثلا اسرع، مش هغسل مثلا في اليوم ده حاجه الالوان دي، فبكون محتاجه يعني انا حاطه دلوقتي غوامق، فبنتي محتاجه البلوزه بتاعتها دي، وتيشيرت جوزي ده انا مش بحطه مع الغوامق، فاهميني؟ فاللي هو ايه يعني بيبقى سهل وبيتشطف كده بس يعني تعرفين ان الايام دي كلنا بنغير كتير، يعني الهدوم بتبقى بس ايه يعني عرق بس، فاللي هي بتتشطف حالا كده وخلاص. ومش كل الهدوم طبعا بنحطها في الغسالة. تمام. الجو الايام دي بجد مش عايز غير ان كل يوم تروحي بحر، بس انا عايزه اقولكم ان ولا مره لسه روحنا بحر. يعني هو عندنا هنا في اسكندريه بصراحه ما تعرفيش تحطي رجلك اصلا على الرمله، من كتر الزحمه ومن كتر المصيفين اللي جايين. طبعا على راسنا اي حد يجي اسكندريه، بس والله انتوا بتيجوا يعني مش عارفه انتوا بتستمتعوا ازاي في الزحمه اللي هنا دي. في طبعا شواطئ حلوة بس انا حاسة ان حتى الحلو والغالي حاساه برضو زحمة الايام دي، فاللي هو الناس عايزة تبلبط، مش عايزة حر البيت. تمام. كده اخدت الغسيل كمان ونشرته معاكم اهو. طبعا انا كل ده بحاول ان انا اخلص كل حاجة من بدري قبل الشمس ما تيجي على البلكونة، لان مش قادرة اقول لكم الشمس يعني على بعد الظهر كده بتبقى عاملة ازاي، يعني على الساعة 1 2 كده بجد البلكونة عندي ما تطلعش. والستارة طبعا مش بشيلها عشان الشمس ما تبقاش جامدة على الغسيل، فاللي هو الهوا بس والصهد بتاع الشمس لا بينشف الغسيل، والمسافة يعني على اخر النهار بكون لما كله. تمام. واوقات طبعا عشان برضو الغسيل والشمس ما يعني ما تغيرهوش وكده، ساعات بنشر بالليل والصبح اسيبه كده يعني على يعني يتهوى كده، وعلى الظهر بكون شايلاه. تمام يا بنات. فخدوا بالكم من حر الايام دي، عشان لو سبتي بقى غسيلك في الشمس وكده على البلكونة ممكن يغير منك او يعمل خط مجير كده في الغسيل في الهدوم، وخصوصا هدوم الخروج بيبقى يعني الشكل مش حلو. هنا عملت برجر بقى، كان اخر النهار بقى كده عملت برجر والصوصات حطيتها على بعضها كده ببولة بدل ما اخد من كل حاجة، كاتشب ومايونيز، وفي صوص الرانش ده برضو حلو العيال حبوه. بس وقطعت الخضار كده وحمرت البرجر وخلاص. تمام. البرجر ده انا عملته معاكم قبل كده بنات، لحمه مفرومه بس والبهارات بتاعتي، يعني بفرم بصلايه مفرومه مع اللحمه والبهارات وخلاص كده، وبعملها قرص كده وبقليها وخلاص. مش بحط اي ماده دهنيه في القلي. تمام. هي الدهون اللي نازله من اللحمه بتسويها، وافضل اقلب فيها كده وخلاص. بس وجبت حاجه ساقعه كده وخلاص، الولاد كلوا واتبسطوا وشبعوا كمان. ممكن يعني حد يشوف الاكله مش مفيده، لا والله مفيده، فيها خضار. يعني انا مش بعرف اكل عيالي خضار غير لو داخل كده في حاجه هما بيحبوها، لكن غير كده مش بياكلوا اي خضار. تمام. بس يا قلب اختك، هو ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو وصلتي لحد هنا بالله عليكي ما تنسينيش بلايك واشتراك، وحاولوا تشجعوني يا بنات. بحبكم جدا في الله، واشوفكم في فيديو جديد، ومع الف سلامه. بحب كلامكم اللي بيشجعني على فكره في الكومنتات. اشوفكم على خير يا حبايبي، الفيديو الجاي بأمر الله.